مدينة من أجمل مدن العالم، عروس جنوب شرق آسيا وقلب الدولة التايلاندية، واللي بتعتبر مصدر رئيسي في اقتصادها. واحدة من أجمل الأماكن اللي ممكن يساعدك الحظ إنك تزورها. حلقتنا النهاردة عن بانكوك وأجمل 10 أماكن تستحق الزيارة فيها. جاهزين؟ يلا بينا! لف العالم مع منفيس. لف العالم مع منفيس كل خميس. الحقيقة إن الأماكن السياحية المبهرة في بانكوك كتير جداً، لكن إحنا النهاردة جبنا لك التوب 10 في المزارات اللي أكيد هتستمتع بزيارتها وإنت في بانكوك. والمكان رقم 10 عالم السفاري، وهي مش زي أي حديقة حيوان عادية، لأنها بتوفر لك تجربة جديدة من التعامل مع الحيوانات الأليفة والمفترسة بدون حواجز أو قيود. فتقدر تتجول براحتك وتلعب مع الحيوانات الأليفة عن قرب وتاخد معاها أجمل الصور التذكارية. وبالنسبة للحيوانات المفترسة زي الأسود والنمور والضباع وغيرهم من الحيوانات المقلقة، فتقدر برضو تتعامل معاهم عن قرب ومن غير ما يكونوا موجودين داخل إقفاص. وهتستمتع بمشاهدة فريدة ليهم أثناء الأكل اللي بيقدمه المدرب الخاص بيهم من جوه عربية مصفحة. الحديقة فيها قسم كامل خاص بالمطاعم لتقديم المأكولات والمشروبات، فتقدر تستمتع داخل عالم السفاري في بانكوك بيوم كامل متكامل من الأنشطة الممتعة. 9 سي لايف بانكوك أوشن وورلد. جربت تنزل تحت البحر من غير ما هدومك تتبل ولا تيجي عليك نقطة مية؟ هو ده بالظبط اللي هتعيشه في سي لايف بانكوك أوشن وورلد، لأنه مكان موجود على الأرض لكن بيوفر لك عالم متكامل من الأحياء المائية. المكان بيضم أحواض عملاقة تحتوي على الأسماك والشعاب المرجانية المختلفة، فهتساعدك على اكتشاف عالم الأحياء المائية وكأنك غصت في قاع البحر. المكان ده بيعتبر مزار مثالي للأطفال ولمحبي عالم البحار، لأنه هيساعدهم يتعلموا منه معلومات جديدة عن الكائنات البحرية ويعيشوا تجربة من نوع مختلف. 8 سوق دامنون سادواك العائم، وهو من أعجب الأسواق في العالم. فطول عمرنا بنسمع عن الفنادق العائمة، لكن أول مرة نسمع عن سوق عائم. السوق يعتبر من أسواق بانكوك القديمة اللي تم تأسيسها في القرن ال19. هو عبارة عن سوق طبيعي لبيع البضائع المختلفة من الخضروات والفواكه ولوازم البيت، بجانب بيع الهدايا التذكارية من خلال منتجات معروضة على قوارب في النهر. وبيقوم الزوار بشراء احتياجاتهم عن طريق قوارب بتساعدهم على التنقل. بس بنفكرك لازم تفاصل وانت بتشتري احتياجاتك من السوق. 7 السوق الصيني، واللي بيعتبر مدينة صينية صغيرة، وهو من أهم مصادر الاقتصاد السياحي مش بس في بانكوك، ده في تايلاند كلها. بتنتشر فيه الأجواء الصينية بداية من المنتجات الصينية المعروضة للمطاعم الصينية اللي بتقدم أكل آسيوي غير مألوف. ومن الحاجات المنتشرة داخل السوق الصيني هي محلات الذهب. 6 شاتو شاك، وده سوق من أسواق بانكوك اللي لازم تزورها لأنه من أشهر أماكن التسوق هناك. فهو بيضم أكتر من 8000 محل تجاري، ومن أهم مميزاته إنه بيوفر مجموعة من السلع المتنوعة بأسعار محلية مخفضة، فتقدر تستمتع بالتسوق الآسيوي بسعر مناسب وفي أجواء مميزة وممتعة. 5 شارع العرب. الشارع ده هو الممر بينك وبين كل ذكريات وطنك. الشارع هيخطفك بملامحه العربية وأذواقه الشرقية، فالسوق بينتشر فيه محلات تجارية على الطراز العربي اللي بتضم مجموعة من المنتجات والسلع العربية. ولو كنت مش من محبي المأكولات الآسيوية، فهيكون شارع العرب فرصة هايلة عشان تستمتع بمختلف الأطباق العربية والشرقية. كمان الشارع بيضم منتجعات صحية على نسق شرقي هتساعدك في الاسترخاء والاستمتاع برحلتك. 4 شارع خاوسان، هو من أشهر الشوارع في بانكوك، وأطلق عليه اسم ملتقى حامل الحقائب لأنه معروف عنه إنه بيجمع مجموعة مختلفة من السياح من بلاد متنوعة. الشارع بيشتهر بمناطق الجلوس المرحة والمطاعم والمقاهي اللي بتكون بتكلفة متوسطة. ولو كنت حابب إنك تخلي رحلتك اقتصادية، فالشارع هيكون مكان مناسب ليك جدا للإقامة وشراء مستلزماتك والهدايا التذكارية، كل ده بتكلفة أقل من المعتاد. 3 القطر المعلق، هتقدر من خلاله تشوف المدينة كلها، وده لأنه بيمشي على ارتفاع أعلى من باقي المواصلات، فبيدي للزائر فرصة إنه يستمتع بالمدينة بمنظور مختلف. عشان كده
اعتبروا الزوار من أهم معالم بانكوك، خاصة لمحبي الاستكشافات والتجارب الجديدة. ومن أكتر الحاجات اللي بتميزه هو سرعته، فهو بيعتبر من الوسائل المفضلة بالنسبة لسكان المدينة، بالإضافة إنه رخيص ونظيف ومكيف بالكامل. 2. نهر تشاو فرايا هو شريان الحياة بالنسبة لبانكوك، وسبب تسميتها بفينيسيا الشرق، فهو النهر الرئيسي بالمنطقة، وبيشكل أهمية كبيرة لسكان العاصمة ولدولة تايلاند بشكل عام. استغلت حكومة تايلاند موقع النهر الاستراتيجي عشان تخليه من معالم المدينة الرئيسية، فقامت بتزويده بالقوارب والعبارات للسياح بغرض استكشاف أبنية المدينة من فنادق فخمة ومباني سكنية متعددة الأنماط، بالإضافة لمشاهدة القصر الكبير من منظور مختلف. 1. القصر الكبير بيعتبر القصر الكبير من أهم الأماكن السياحية في بانكوك، ومن أهم الأماكن السياحية في تايلاند، لأن تم تأسيس القصر ده في أواخر القرن ال18 عشان يكون مقر رئيسي لحكام تايلاند، وبعدها خدته الحكومة معلم سياحي لزوار المدينة عشان يبقى دلوقتي من أهم معالم بانكوك. القصر الكبير بيتكون من عدة مباني بتصاميم معمارية فريدة، فهو جذب انتباه كل اللي زاره، وبالأخص محبي التصوير، وده بسبب مبانيه العريقة اللي بتحمل معاها تاريخ تايلاند من القرن ال18 ولحد دلوقتي. ومن العناصر اللي أكسبت القصر جمال أكبر هو تواجده على نهر تشاو فرايا، عشان كده اوعى تفوت فرصة زيارته وانت في بانكوك. من هنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اكتبوا لنا في التعليقات ايه اكتر الاماكن اللي عجبتكم وناويين تزوروها في بانكوك. ما تنسوش تعملوا لايك وشير مع صحابكم وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. استنونا في الحلقة الجاية.